واحد يقدم على الجواز وهيتجوز مثلا عروسه تبقى كامله من كله، مش هيقعد بقى هيعيش مع مؤخره برازيليه بس لا كل شويه هيحتاج في كل اكيد 10 سنين يجدد. بالظبط. تمام. الستات يعني بالذات لازم الواحد يبقى لا مدرك والرجاله دلوقتي بقت عينها فارغه جدا، انتوا خليتوا الرجاله يا دكتور عينها فارغه جدا. الرجاله مش دلوقتي، هو الرجاله منذ لا قديم ده بس الازل حاليا، لا حاليا بقى في فراغه عين جامده. عشان المعروض. عشان دلوقتي الناس عينيها فتحت على السوشيال ميديا والكلام ده. بس لازم الراجل يبقى عنده ادراك ان الست طالما اتجوزت واحده دي الحمل والرضاعه والكلام ده كل ده الست بتتعرض لتغيرات رهيبه طبعا. تمام. وعشان توصل انها ترجع فت تاني ده بيتطلب منها مجهود رهيب. فلازم انت تبقى سبورت ورا مراتك. يعني مش كل شويه تقول لها انت ازاي ماليتي كده، انا ما كنتش متجوزك كده. لا انت لو بتتعرض اللي هي بتتعرض له لا ده طبعا يعني مش وانا هتستحمل. شايفه ان من حقنا احنا كستات ان اي راجل يعترض على شكل مراته هي المفروض ما تكملش معاه بصراحه، مش تروح تسمع كلام. ما تعترض على شكله. ما هو بالظبط. الرجاله نفس الموضوع. أيوة الراجل بعد ما بالظبط. بيتجوز بيكرش يعني بنفس الطريقه. نفس الموضوع. فما يعني لا تعايرني ولا عايرك. شوف الهم طايرني وطاير بالظبط كده. فكل واحد يخليه عايش في سلام كده. بلاش نفتح لبعض موضوع الشكل ده.